اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طيب نخش في حكايتنا كده وحدوته جديده وحكايه جديده مع نعيم غطاس. وادي طبقنا ده راكب عرب سات زي ما انت شايف معايا، وفوت بيرد وبلغاري، وادي التركيبه نايل سات، وده طبقنا اللي بقول لكم عليه، وادي الارتفاع اللي قدامي. طبعا كان المفروض ان احنا نركب هنا على نفس الستاند ده، بس زي ما انت شايف ادي الارتفاع قاطع معايا بقى الشرق كله من بعد العرب سات. ف هنعمل حاجة لذيذة دلوقتي هوريها لكم، وخليكم معايا. هنطلع فوق في المكان ده كده بالظبط، وعشان نهرب من الارتفاع دوت ونبقى مجالنا مفتوح. وطبعا لما نطلع فوق هوريكم الدنيا ماشيه ازاي، بس بعد اعمل ستاند وخليكم معايا كده اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. زي ما قلت لكم احنا هربنا من الارتفاع اللي تحت عشان الارتفاع نزل، طلعنا فوق. ده الوضع الجديد اللي قلت لكم عليه. استندنا، نزلنا عملنا عموله وثبتنا مسامير ونزلنا زي ما انتم شايفين اهو. ميزان ورابع جهة ميزان. هنبدأ نشتغل، نثبت اسمنتنا ونبدأ نقول يا هادي. كده احنا ثبتنا استندنا برضو ميزان. ركز معايا. زي ما انت شايف الحمد لله. طبعا الوقفة هتبقى على سلم. طبعا احنا في مدينة نصر طيران. طبعا عايز اقول لكم ان انا عندي شبكة موبايل اهي، شايفين الشبكة اولها فين؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ادي مجالي، ده اقصى الشرق بتاعي. يعني انا هربت من الارتفاع زي ما انتم شايفين. شايفين الارتفاع اللي حوالين مني؟ انا كنت المفروض اركب تحت هنا كده. بصوا ارتفاع قدام مني قد ايه، وبرضه ارتفاع هنا اهو. فهربت على قد ما اقدر يعني، لكن الحمد لله بقيت مجالي اقصى الغرب. ربنا يستر، كملها على خير. كده احنا الحمد لله جمعنا موتورنا وجمعنا البولر بتاع الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفين معايا. طبعا كان في فني حد محترم معرفوش يعني، جه ركب الموتور ده على كلام العميل انه كان مركب الدراع بتاع الطبق لفوق، دراع الموتور لفوق العكس. طبعا يعني كل شيء له طريقه. معلش. ده التدريج بتاعنا اهوت. طبعا لسه هظبط التدريج يعني عشان هو ريح مع الشغل. ودراعنا على الزيرو، شايفين الزيرو اهوت. ادي البولر بتاعنا مستقيم على
الدراع على الموتور. و ادي توصيلاتنا، وهنبدأ نقول يا هادي. خليكم معانا كده بس نكمل بقية اللي الفن عمله، الله يسهل له. ما بذمش في حد، بس مش قد الشغل ما تشتغلش. بس ده اللي عندي يعني، الله يسهل عبيده وكلها ارزاق يعني. ده كده طبقنا بعد ما اتجمع زي ما انت شايف معايا. ادي الطبق وادي الموتور، وهنطلع فوق ونقول يا هادي. As well, just for their communities, because universities are fire starters. They tend to drive innovation and investment in local areas. So in some respects, you can't let them go to the wall, even if they are inefficient.